بس قبل ما انهي مرافعتي كنت عايز بس لو تنزل لي نص دقيقة، لو تسمح لي، يعني كنت عايز انهي الحديث اللي كنت بدأته في بداية المرافعة. وقاض يحكم بالحق، وقاض يحكم بالحق، وقاض يحكم بالحق، فهو في الجنة. سيادة المستشار، الحقيقة أنا ما عنديش شك، كلنا الحقيقة ما عندناش شك في نزاهة وعدالة القضاء المصري. شكرا. عبد الحميد البكري ده كمان مش اسمي الحقيقي، ده أول اسم اتنسبت ليه أول مرة لما دخلت السجن. اللي يسميني حمادة، واللي يسميني بلبل، واللي يسميني حلاوة. ولما ابتديت أسأل أنا مين، ما لقيتش ولا حد عارفني أصلا من الفصل خالص. فضلت بقى أخبط في الدنيا والدنيا تخبط فيا، واتنقل من الحارة دي للزواق ده، واشتغلت حاجات كتير وأنا لسه صغير. بس أنا ما كانش عندي طقطقة لإن أقعد في حتة أكتر من أسبوعين تلاتة. لحد ما رحت لواد نصاب حبيبي كده، ايده اتلف في حرير، قال لي ولا يهمك، وراح ضارب لي بطاقه حطيتها في جيبي. حسيت ساعتها ان انا لسه مولود، بقى ليا اسم. انا صلاح كمال نجيب، ابو ادم، الوديعه اللي كان موكلني عليها ربنا واستردها يوم الحادثه. وادفع حاجات في حياتنا دفعنا فيها فلوس كتير قوي، بس طلعت الفلوس ما بتشتريش الا كل رخيص وملوش قيمه. انا بضم صوتي لصوت يحيى. لازم كل اب يوم ما ضناه يتولد يشيله ويقف فيه قدام ربنا ويقسم قسم الابوه: اقسم بالله العلي العظيم الذي رزقني هذا الطفل واوكلني على رعايته ان اعمل جاهدا على نفسي ومنكرا ذاتي لابني فيه انسانيته ليكون صالحا لنفسه ولوطنه. يا ريت نعمل ده، يا ريت.